يعطيكم العافية. اليوم رح نقوم بتحضير كبسة الدجاج على الطريقة السعودية. في البداية رح أضيف 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي في طنجرة على النار. بعد هيك رح أضيف بصلة مقطعة، هون حسب الرغبة فيكم تزيدوا أو تقللوا. بعد هيك رح أحركهم لمدة دقيقتين. بالنسبة للمطيبات يلي رح أحطها في هاي الطبخة 3 أوراق من ورق الغار، 5 حبات من القرنفل، عود من القرفة، حبتين لومي، وما ننسى حبتين من الفلفل الحار مقطعين حسب الرغبة. يلي بيحب الحار كتير فيه يزيد طبعا، ويلي ما بيحب رح يقلل. رح نحرك المكونات مع بعضها لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق رح أضيف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من بهارات الكبسة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقتين صغيرتين من الملح. رح نحرك هاي كل المكونات مع بعض. بعد ما نحركهم شوي رح أضيف ملعقة من رب البندورة، ورح أضيف حبة من البندورة المقطع الفريش. برجع بحرك المكونات ورح أتركهم على نار هادية لمدة 10 دقائق. بالنسبة للدجاج أنا حضرت دجاجة مقطعة إلى نصفين، ورح أحطها على الخليط وأقلبهم لمدة 10 دقائق من الجهتين. وبعد تقليب الدجاج رح أحطها على نار هادية. نغمر الدجاج في المي ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى يستوي وينضج. بعد مرور 40 دقيقة رح نخرج قطع الدجاج من المرقة ونصفي المرقة. بالنسبة لتحضير تتبيلة الدجاج رح نضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، نصف ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من رب البندورة، ونحركهم كتير كويس. طبعا رح ندهن الدجاج بالتتبيلة يلي سويناها، ونضع الدجاج في الفرن حتى يتحمر. بالنسبة للمرقة بعد ما صفيناها كتير كويس رح نضيف عليها 3 أكواب من الرز المغسول والمنقوع. وعند غليان الرز رح نغطي الطنجرة ونضعها على نار هادية مدة 25 دقيقة. بعد مرور 25 دقيقة زي ما انتم شايفين أصبح الرز مستوي وناضج. بالنسبة للوصفة كتير طيبة بمكونات سهلة وبسيطة، بتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتكتبوا لنا كيف كانت تجربتكم لهاي الوصفة، وألف صحة وهنا.